إلى حنين ونور العين في كل روم بقولها لها، وبكل كلمة أهديها وببقى سعيد أنا بيها، وأقول ليها بعد التحية والسلام والشوق ليكي يلي كلك مفهومية والأدب باين عليكي، والأدب ده شيء إلهي، وحي بينزل على الأديب بترسم في شكل زاهي أو يكون لونه كئيب، صورة من الفنان وطبعه أو ظروفه في الحياة، يعني ما بيفيد ده نبعه بيبقى بالتأكيد صداه. إنما دكتورة قولي الأديب لو كان فقير بيبقى أحسن من الأديب المليونير، يعني قصد الفقر يخلق من الأديب فنان عظيم، ولا يعني الفقر يحرق دمه أو فكره السليم، والأديب لو يخيش والغني يأثر عليه؟ يا حنين قول الإجابة، بس حابة تكون دقيقة، وانت عنوان النجابة وانت من طبعك رقيقة، بحييك يا حنيني وانت أصلا لي شقيقة، بس لازم نبقى أخوة، وانت لي أجمل صديقة، قولي لي يلي نورك تملي بترسم بجمال كلامك، والكلام اللي تقوليه بيبقى هو دي الحقيقة، انت حنة وفيكي أصلا الجنة، وفيك الذوق وكلك شوق، وانا قاعد وبستنى كتير من ذوقك، وانا برومك وببقى سعيد وبتهنى، بتجمع الفنان والشاعر وعازف العود وعازف الكمان، ومن جمال العزف نقول كمان وكمان، لانك انت زهرة جميلة عربية وزهرة جوه زهرية، بهديك حنين تحياتي وكتير سلاماتي، عشان انت اعز الناس واخواتي، برومك لما الاهل والخلان، منها طارق وميزة وكابتشينو وبسام ونور عينيا كل سنة، والغالية أم ريان بيسعدوا بيكي، وفيكي لمسة الفنان، يبارك ربي بقى فيكي وخليكي وحبب خلقه بقى فيكي، ويبقى النور حواليكي وتسعد كتير الناس بقى بيكي، اسمك أصلا جميل الحق، حنيتك على الناس وعليا، والنون نورت رومك يعز إخواتي والدنيا، والياء ياقوتة ونشان على صدري، يا حنين يا شجرة مضللة عليا، والنون نورك وكل الناس بجرومك، انت يا هدية من رب العباد، حنونة انت يا غالية، كل الحبايب برومك بيبقوا سعداء بدومك، وغنولك وقدمولك مليون سلام وتحية، وشكرا. حروف عبد العزيز.